السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامجنا من هنا نبدأ. تحدثنا في الحلقات السابقة في موضوع الأخلاق ومكارم الأخلاق وأهمية الأخلاق، ويمكن برامج يعني حلقات عدة كانت تتناول من ضمنها المهارات الحياتية، وواحدة منها اللي هي موضوع الذكاء العاطفي وكيف الإنسان يحسن التعامل مع الآخرين. اليوم إن شاء الله حتحدث عن موضوع العفو والتسامح، وإلى أي مدى هذه قيمة هامة جدا وحثنا عليها ديننا الإسلامي، وما هي فوائد أن الإنسان يتحلى بهذه السمة، بهذه الصفة اللي هي الإنسان يكون متسامح، إنسان يعفو، وكيف تؤثر على مستوى الشخصي وعلى مستوى العام يعني. أولًا، ما هو العفو؟ ما هو التسامح؟ أولًا نعرف اللي هو مبدأ إنساني، ومبدأ يعرفه تعريفه من مبدأ إسلامي، إنه هو يدفع الإنسان أن ينسى الأحداث الماضية التي سببت له الألم والأذى بكامل إرادته. ويتخلى عن فكرة الانتقام. يعني موقف ما أن حصل للإنسان وأنا بمحض إرادتي بكامل قواي العقلية وقراري أنا أشوف إنه خلاص أنا عفيت عن هذا الشخص وأنا سامحته ونسيت كل الآلام اللي تسببت، وإنه ما يكون عندي فكرة الانتقام. يعني دائما الإنسان اللي يعفو ما يكون عنده فكرة الانتقام. وبمبدأ إنه كلكم خطاؤون وخير خطاؤون التوابون. يعني دائمًا يعني إذا كان نحن في اليوم حتى الإنسان يستغفر ويتوب، الله سبحانه وتعالى يغفر له. وكثير من الآيات وضحت اللي هي أهمية العفو في الإسلام وكمبدأ إسلامي. وفي سورة البقرة الله سبحانه وتعالى يقول: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. يعني هذه الآيات والأدلة، وفي حديث كذلك الرسول في حديث آخر يقول الرسول: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا يعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. يعني سبحان الله، دائما العفو والصفح والتسامح بيرتقي بالإنسان. وفي أواخر سورة الفرقان الله سبحانه وتعالى مدح ووصف عباد الرحمن. من هم عباد الرحمن؟ الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني سبحان الله، واحدة من سمات عباد الرحمن يعني إن هم يعني يعفوا، وإن هم يمروا يعني سبحان الله بهذه الارتقاء. الله سبحانه وتعالى يعني دايمًا في كل الآيات توضح، يعني يمدح الشخص اللي يعفو واليصفح لأهمية هذا الأمر. لماذا الإسلام وديننا حثنا على أن إحنا نعفو، نتجاوز، يعني نعفو عمن ظلمنا، وإن هي تعتبر من يعني درجات الإحسان، وهي تعتبر الارتقاء بالإنسان، وإنه ما يكون عنده هذه السمة الانتقام والعدوان. لأنه حأذكر فيما بعد كيف آثارها على يعني تؤثر في الشخص وتؤثر في المجتمع وتؤثر في حتى الأسرة كأسرة فيما بينها. وهذا نلاحظ يعني للأسف يعني في مجتمعاتنا والآن نحن الواقع نعيشه. صراحة كثير من اللقاءات تجد فيها إنه الخصام والعداء بين حتى إخوة في بيت واحد، وحتى الأم تجد إنه تربي أبنائها وتقول لهم عمكم فعل كذا، خالكم فعل كذا. فسبحان الله، ينشأ الجيل وهو في هذه الأحقاد وهذا الغل وهذا الكره لأقرب الناس. فبالتالي كيف حيكون حال المجتمع؟ هذه هي المسؤولية اللي ذكرناها كل مرة، نكرر ونكرر: التربية مسؤولية. فإن إحنا ما نزرعه في أبنائنا، ما نقرصه في أبنائنا، سوف نحسده. وبالتالي أكون أنا تسببت إن يعني 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 زي ما تقول يعني جعلت قلب ابني يعني حاولت إنه يعني أملأ هذا الوعاء
النقي اللي هو كان صفحة بيضاء بهذه الشوائب بهذه الأحقاد، وبالتالي لابد أن احنا يعني نتحلى بمكارم الأخلاق، وبما أنه هي التربية يعني نوع من أنواع الجهاد وهي عبادة، وأنه أنا أرتقي بها إلى رضا الله سبحانه وتعالى. ما هو يعني الهدف من التسامح؟ هل فعلا أنا لما أنا أعفو ما هي الأهداف التي أحققها؟ أولاً من أهداف هذه السمة وهذه الأخلاق تشيع المحبة والرحمة بين الناس. يعني إحنا محتاجين إنه يكون يعني أسرة تتمتع بالحب وبالرحمة، أسرة تعمها الدفء، يعني أسرة يعني سبحان الله فيها كل هذه الإيجابيات. النقطة الثانية اللي هي يعني تكون هي السبب في تحسين الفهم والاحترام بين الثقافات خاصة نحن في مجتمعاتنا في بلادنا عندنا ثقافات متعددة، عندنا أديان متعددة. إذا كنت أنا أتحلى بهذه السمة حتجعلني أنا أتعامل مع من يختلف عني في الثقافة، من يختلف عني في كل شيء. فهي واحدة من وسائل التفاهم مع الآخرين. نقطة أخرى، من خلال هذا التفاهم ماذا يحدث؟ العلاقات تتحسن، العلاقات بين المجموعات في داخل البلد الواحد، في داخل الوطن الواحد، بين العرقيات، بين المختلف القبائل، يكون هنالك في تحسين للعلاقات اللي هي يعني بمبدأ أنه لا فرق بين عربي وعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى، يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو المبدأ الإسلامي، وإنه هذا هو ربنا سبحانه وتعالى جعلنا شعوبا وقبائل نتعارف، وليس نرى أن هذا أفضل مني. فإذا كان هذا هو مبدأ العفو والتسامح، مبدأ الألفة بين المجتمع، نحن نكون يعني حقيقة أنشأنا أسر يعني لها دور في نشر ثقافة السلام، وهذا ما نحتاجه احنا. يعني احنا الان يعني نلاحظ من خلال هذه الوسائل احيانا كثير تحصل مشادجات، مشاكل، مشاجرات بين حتى ابناء المجتمع الواحد، بين في اطار المجتمع نفسه، بين العمومه وغيرها. من خلال هذه الوسائل تكون هي واحده من اسباب يعني اللي هي تفكك المجتمع، ويعني ظهور الحقد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد. النقطة أخرى اللي هي تكون من ضمن أهدافها احترام حرية الآخر. أنا أحترم الطرف الثاني أنه من حقه أن يعبر عن رأيه، لكن لابد أن يكون هنالك يعني في تقدير، كل منا يحترم الآخر، يحترم ثقافته، يحترم انتمائه، يحترم عقيدته، وتكون واحدة من أساليب حل النزاعات، وتكون هي واحدة من مهارات التفاوض التي يعني يمكن احنا ذكرنا في المهارات كيف أربي ابني على أنه يمتلك مهارة التفاوض، مهارة اللي هي الحوار الفعال، مهارة التواصل الفعال، مهارة أن ابني لابد أن يحترم الطرف الآخر، وبالتالي حيكون النتيجة إذا كان أنا أحترمه بالتالي حأحصد النتيجة أن الآخر يعني يحترمني. وتكون هي واحدة من الأساليب، واحدة من القيم التي نربى عليها، التي نغرسها في الأجيال الساعدة، وتكون هذه البذرة الطيبة، هذه النبتة الطيبة التي نشأت وسقيت بهذه القيم الأخلاقية اللي هي أصلا هي من قيمنا الدينية والإسلامية، تكون هي واحدة من اللبنات الأساسية التي ينشأ عليها جيل المستقبل. إذا كان هذا الابن نشأ في بيئة تسامح، عفو، بيئة احترام الرأي الآخر، أتوقع لو أصبح هذا الابن قائد، أصبح رئيس، يعني كيف حيكون الوضع؟ يعني أكيد نحن حنكون خرجنا قادات يعني سبحان الله يؤدوا إلى ارتقاء المجتمع، يكون هم يغرسوا في المجتمع، ويكون هم يعني يكون هم دالة خير. وبالنسبة لنا هذه هي العدالة، وهذه هي القيادة الراشدة. نحن نريد في النهاية تحقيق هذه الخلافة، وتحقيق أن نخرج أبنائنا يعني يتحلوا بهذه السمات الطيبة. ويعني نجد أنه الله سبحانه وتعالى مدح
الذين يعفوا، وباعتباره هو يعني أمر من الله سبحانه وتعالى، وهو غير قابل للجدال. يقول في سورة النور: وليعفوا وليصفحوا. فإذا كان هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، نحن أحق بأن نلتزم ونتبع هذه الأوامر، يعني ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. نأتي الآن، ما هي الفوائد التي تجنيها الأسرة؟ يعني أنا الآن عرفت أنه التسامح والعفو له أهداف بشكل عام. أنا كأسرة، يعني ما هو العائد بالنسبة لنا؟ أولاً تجعل الابن شخصيته تكون شخصية قوية، شخص يتمتع بكظم القيد، يتمتع بضبط النفس، وهذه واحدة من المهارات الأساسية اللي هي كيف أنا أتحكم في انفعالاتي، كيف أتحكم في غضبي، والتي الآن تدرس على مستوى الدراسات والجامعات، وتقدم فيها ورش وتدريبات اللي هي إدارة الذات. كيف أنا يعني أدير غضبي، كيف أدير ذاتي، كيف أتحكم في سلوكياتي، لأنه هذه واحدة من الأشياء اللي حثنا عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرت يعني هي نحن مبدأنا وأسلوبنا التربوي أصلا يعني يستنبط يعني أساسه ومبادئه من قيمنا الإسلامية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه: ليس الشديد بالصرع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند القدم. الإنسان القوي ليس هو فقط يعني قوي بالشكل وبالعضلات، لا، الإنسان الذي يتحكم في غضبه ويتحكم في ذاته ويدير غضبه ويدير نفسه، هذا هو الشخص القوي. فالنقطة الثانية، واحدة من إيجابياته والفوائد التي تعود على الأسرة، تجعل هذا الشخص شخص إيجابي. يعني دائما الشخص الذي يسامح يعفو ينظر نظرة إيجابية، يعني ما يتوقف على خطأ واحد. يعني في بعض للأسف بعض يعني يمكن حتى على مستوى الناس الكبار، يعني تجد أنه عنده سجل أسود أو عنده صندوق أسود يقول يوم الفلان فعل كذا يوم كذا، فيظل هو يعني محمل بهذه الأحقاد ومحمل بهذه الأفكار، أنه خلاص يصبح في نظره كل إنسان سيء، وبالتالي الشخص السلبي والشخص السيء ما حينظر الأمور إلا بهذا المنظور. فهذه واحدة من الفوائد، يعني العفو والتسامح يجعل إنسان إيجابي، يجعل إنسان متفائل. نقطة أخيرة اللي هي أختم بها هذا اللقاء، اللي هي تجعل الشخص يعني يحترم ذاته ويحترم الآخرين، وبالتالي احترامك لذاتك يجعل الإنسان محبوب، وتكون واحدة من صفات المؤمن القوي. ويعني المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ونحن نكون استجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى: فاصفح الصفح الجميل. يعني نسأل الله أن يجعلنا من أولئك الذين يصفحون الصفح الجميل، وأن تعتبر هذه هي واحدة من الفوائد الجليلة التي تعود إلى الأسرة وعلى الأبناء بشكل خاص. وصلنا لختام حلقتنا، إن شاء الله نكمل حديثنا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.